حتى بميدان اللؤلؤة بالعاصمة البحرينية المنامة الشعب يريد إسقاط النظام. وما العجب؟ فخلف مظاهر الفرح هذه وناطحات السحاب وسباق رالي للسيارات الشهير يختفي عالم آخر من وجه البحرين. في خلفية العاصمة المنامة أحياء فقيرة لغالبية شيعية، فيما تهيمن الأقلية السنية على مقاليد الثروة والحكم. صورة البحرين في أذهان السياح الأجانب ترتبط بالثورة الاقتصادية لبلد خليجي صاعد، لكن قطاعا واسعا من الساكنة لم تصله أبدا ثمار التنمية. هنا أحياء صفيح وبنيات تحتية ضعيفة ونسب بطالة تجتاح شباب الأكثرية الشيعية. يعاني 80% من الشيعة من تهميش كبير، وتتهم المعارضة الحكومة بتجنيس العرب والأسيويين لإحداث اختلال في التركيبة الديمغرافية للسكان. توجد البحرين منذ 200 سنة تحت حكم أسرة آل الخليفة المنتمية إلى الأقلية السنية، ومنذ 1971 صارت البحرين إمارة خليجية مستقلة عن الانتداب البريطاني. لكن العديد من الشيعة يعتبرون أن مشكلتهم الأساسية ليست هي الفقر، وإنما أنظمة الحكم المتحيزة ضدهم. انتفاضات عديدة شهدتها البحرين منذ سنوات على خلفية أنظمة الحكم القبلي وسيطرة أفراد الأسرة الحاكمة على مفاصل الاقتصاد والسياسة. ومنذ انتفاضة 94 وما تلاها من احتجاجات، ظل التظاهر ضد قرارات الحكومة والبطالة والتمييز الطائفي ذو طابع اجتماعي، قبل أن ترفع سقفهما عدوى الثورتين التونسية والمصرية للمطالبة بتغيير النظام.